السلام عليكم. أهلا وسهلا بالإخوان، أهلا بجميع الإخوان، مرحبا بكم. عطلة سعيدة إن شاء الله. اللي مريح الله يزيد فرحته، واللي مريض الله يشافيه، واللي كيتمنى يحقق شي حاجة الله يسهل ليه. الإخوان، اليوم إن شاء الله غادي نطرق الموضوع بعدا اسمحوا لي الاخوان، غنطرق اليوم ان شاء الله الموضوع ديال اسباب كراهيه او نفور السائقين لبعضهم البعض. هذا هو الموضوع ديال اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غندوي فيه. بكل صراحه الاخوان، ولينا كنلمسوا ولا كنعيشوا هاد الاسباب هادو. بعض السائقين يرون زملائهم كمنافسين وليس كزملاء. يعني كيشوف الشيفور بحال كيشوف واحد المنافس، يعني خصو يسبقو، خصو يكون احسن منه، خصو يبان متفوق عليه. وخاصة عند التنافس ديال الفياجات، او لا نقولوا الفياجات اللي تيكون فيهم البريم ولا الديبلاسمون او لا شي خدمة زوينة. وهذا الشيء هذا كيسبب الغيرة. عندما يرى أحد السائقين زميلا يحصل على راتب أفضل أو شاحنة أحدث يشعر بالغيرة، مما يولد الحقد والتوتر بينهم. يعني ملي كيكون واحد الشيفور كيدخل مدخول او لا عنده شاحنة جديدة او لا كيشد واحد الطراجي ما داهش الاخر، تما كيجي فيه داك الحقد وديك الغيرة من جهة الطرف الاخر خوه الشيفور. كاين الاخوان اللي ولا كيتم غادي كيضرب النص ديال الخامية هنايا، ما تشوفش الوجه ديالو كاع، كاين اللي غير كيوقف كيضرب الخامية. يمكن حتى الهاتف او لا نقولوا هاد وسائل التواصل حتى هي ساهمت في التشتت ديال بعض الاخوان. يعني تقريبا ديك الكلمه يقول اش غادي نقول لي، اش غادي يقول لي، داكشي اللي بغا يقول لي هو عندي هنا في التليفون، لا ما عنده ما يقول لي كاع. وكاين بعض الاخوان سمحهم الله السائقين يتجاوزون الاخرين بتهور، او كيقطع عليه الطريق بواحد بطريقه غير محترمه، او لا حتى كيقرب لنقطه الوصول كيضوبلو. يعني كيسبب الغضب وكيسبب النرفزه بيناتهم. كاين عاوتاني الخداع، كاين الخداع وعدم الامانه. في بعض الاحيان يتلاعب بعض السائقين بالاتفاقات او يحتالون على حصص العمل. يعني شادين النوبه وتينوض تيقاو البو تيسبقوا.
هذاك ناعس، الاخر كيحداق، تيلقى منين الفجوه فاش غادي يدوز ما تيعقلش على الاخر. حتى هذه من الاسباب ديال الكراهيه ديال بعض السائقين لبعضهم البعض. وهذا الشيء مما يؤدي الى فقدان الثقه. ما كيبقاوش خوت وما كيبقاوش اصدقاء. يعني ملي تفقد الثقه في واحد الانسان كيتعامل معك انت وياه بحال بحال وفي دومين واحد، ومثلا انت يديك النعاس ويلقى الفجوه فين غيسبقك ما يرحمكش. وهادشي اللي كيدي فقدان الثقه وتيؤدي الى تشتت الاخوان السائقين. انا ما كنعممش، لست اعمم الاخوان الكرام، ولكن فينا واحد العدد ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يهدي ما خلق. كاين الاخوان بعض الاشاعات، شي مرات كاينين شي وحدين الاخوان ما شاء الله، يعني عندهم واحد المنهجيه ديال النساء. تيطلقوا اشاعات شتي هذاك الشيفور هذاك ورا كيفاش كيفاش وكياخذوا عليه ناس نظره حول داك الشخص المعين، كياخذوا عليه واحد النظره مما تؤدي الى الكراهيه ديالو. كيوليو الناس كاع كيشوفوا فيه واحد الشوفه ماشي هي هذيك، مما يؤدي الى كراهيته. الله يحفظك السي حسين، بارك الله فيك. واش هادشي اللي تنقول صحيح؟ لا. وكيتم الكراهيه ديال داك السيد اللي طلقت عليه الاشاعه، كيتم الكراهيه ديالو دون سبب حقيقي. يعني ما عندوش شي روسي، ما عندوش شي حاجه اللي نيت فري بين هذاك السيد هذاك وديك الهضره وديك الاشاعات. راه فعلا هذاك السيد هذاك راه فعلا دون سبب حقيقي. القياده السوقان الخوت، يعني في السوقان في واحد السوايع اللي تكون طويله والضغط ديال العمل تجعل السائقين عفوا كتخلي السائقين متوترين. يعني ملي كيضل النهار كامل هو مسربس او لا سايق واحد المده ومع الضغوط ديال الطريق والعمل وكذا، كي السائق كيتوتر وكيكون سريع الغضب، وهذاك الشيء كيخليه يوقع في صراعات بينه وبين الشيفور الا ما حضرش الدماغ ديالو بلا سبب. ما كاين حتى مشكل ومطايفين على والو، ما كاينش شي مشكل اللي نيت كراف. علاش غادي يتناقشوا او نقولوا احنا يدابزوا ولكن داك الضغط ديال العمل وداك التركيز ديالو اللي كان جاي مركز كيخليه هو سريع الغضب. وعليكم السلام ورحمة الله. استغفر الله العظيم. نقدر نزيد الاخوان حتى بعض السائقين لا يحترمون الاخرين
أو يتحدثون معهم بأسلوب حاد ما يخلق بيئة مشحونة بالتوتر. يعني كاين شي نوع في بعض الإخوان السائقين الله يهديهم، هو كيسوق مثلا كاميو نوفو اوتوماتيك سكانيا، كيشوف في الاخر عنده كاميو لافراي، كيبان ليه بحال ما كيستهزأ منه او لا كيفاش غادي نقول لكم. المهم كتكون واحد ما كيعطيهش قيمه، او المهم كتكون عنده واحد الحساسيه في الدماغ ديالو وفي النفسيه ديالو من جهه داك الاخ الاخر اللي عنده لافراي. بارك الله فيك سي كريم، الله يحفظك يطول عمرك خويا، الله يخطيك. بصراحه الاخوت والله العظيم انا كنلاحظ هاد المساله هادي، يعني ولا السائق ما كيعرف، يعني كتلاقاو في شي منطقه ولا في شي محطه او لا في شي باحه الاستراحه، او لا ملي كتبغي تكونيكطا مع واحد السائق كيدير منك اتونسيون، وكي زعما بحال جاي عنده واحد شي واحد بغى يقولبو، شي واحد بغى يتنافس معاه، شي واحد بغى، يعني ما كاينش ديك كنشوف بواحد عين الرحمه، وكنشوف بواحد الشوفه ديال انه راه خويا مهني، وانه راه سائق مهني، وراه كيجمعنا واحد الدومين واحد، وراه حنا يعني في الهوا سوا، راه حنا كلنا خوت. الله يحفظك السي صالح، الله يبارك فيك الحبيب، الله يحفظك، شكرا لك، الله يهدي ما خلق اخويا. الاحترام الخوت بالتعامل وبأخلاق كتقلل المشاحنات وكتبني علاقات جيدة. علاش ما نتعاونوش بدل التنافس؟ لما لا؟ علاش ما نكونوش كنبغيو بعضياتنا وكنحسوا ببعضياتنا، بحكم حنا عندنا دومين واحد، والواد اللي داك ما خلا داك الغيواني ولا جلجلاله قال لي الواد اللي داك ما خلاني. يعني خصنا نكونوا رحماء بعضياتنا، ونكونوا كنتعاونوا بعضياتنا، ونكونوا كنبغيو الخير بعضياتنا، وممكن اي حاجه نوصلوا ليها. في هاد النقطه هذه الخوت والله العظيم غنعاود لكم على واحد الحاله شفتها، والله العظيم اقسم بالله الا شفتها بهاد العينين هادو. واحد الاخوان مهنيين، ما غاديش نذكر، مهم اخوان مهنيين والخوت سبحان الله يعني متحدين. وشنو وقع داك النهار بالضبط؟ انا غير دايز في الطريق وروماركيت هذاك الشيء. واحد الاخ تحررات في حقه مخالفه، وناضوا كاع دوك الاخوان وتجمعوا عليه لدرجه شنو ما بقاوش بغاو يخدموا. علاش؟ تحرر في حق هذاك السيد هذيك المخالفه، وحنا كلنا كنديروا يعني داك السيركوي او لا داك السيرفيس او لا، يعني بحال نقدر انا ما بالضبط ما ضبطتش المخالفه اللي تحررت في حق داك السيد، ولكن الاخوان كانوا مع هذاك خوهم، يعني كانوا بواحد الكثره. اقسم بالله الا النقطه ديال الشحن منين كانوا كيشارجيو الى خواوها وانضموا لذاك الاخ اللي تقيدت في حقه هذيك المخالفه، الله اعلم شحال. وهذا القطاع هذا شفتو انا في لي كرون طاكسي في واحد المدينه،
بلا ما نذكر الاسم ديالها وبلا ما نقول فين. اقسم لكم بالله الى مخالفه تحررت في حق واحد السائق الى القاعه ديال هذيك المنطقه اللي كتدي تجمعوا عليه، تجمعوا كاع دوك الاخوان، يعني نقول لكم عطف، نقول لكم اتحاد، نقول لكم كيبغيو بعضياتهم، نقول لكم كيتعاونوا. يعني هذاك الشيء اللي طرا لهذاك غيطرا لهذاك غدا. الواد اللي داك ما خلاني. الله استغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التعاون بدلا من التنافس، والمساعدة عند الحاجة، وعدم اعتبارهم أعداء في العمل. الالتزام بالقوانين المرورية وتجنب التصرفات العدوانية على الطريق. التركيز على تحسين الذات بدلا من مقارنة النفس بالآخرين. كل شخص لديه طريقه الخاص، والمقارنة المستمرة تخلق مشاعر سلبية غير ضرورية. يعني باش الإنسان يبقى يدير ديك المقارنة وديك المنافسة مع خوه السائق، كتخلق واحد المشاعر سلبية ونقصان في الصداقة وفي العلاقة بينك وبين السائق آخر. بدلا من الاستماع للإشاعات باش نمشي نتنط انا يقول لي شي واحد ودي شتي هذاك راه كذا، راه من هنا، راه من هنا، راه هادي، لا، خصنا نواجه المشكل مباشرة ونتأكد من داك الشيء واش فري ولا ماشي فري. عاد نقولوا هذاك خينا راه داير ولا داير ولا داير ولا داير باش يكرهوه هذيك المجموعة الأخرى. ان شاء الله اخويا، ان شاء الله. والتحلي بالصبر وتجنب الدخول في نزاعات غير ضرورية يخفف من التوتر. يعني الانسان يكون فيه الصبر، يكون فيه ما تحكمش على بنادم مهما خوك سائق مهني، الا وخصك تخضع معاه الارض الواقع وتتعامل معاه. كاين شي باش تساعدو، ما تكبر عليه، ما تعفر عليه، ما تنقص منه، ما تهضر فيه، طلب ليه السلامة، دعا معاه. خلق معاه تواصل زوين، عرض عليه، عرض عليك. والله يهدي ما خلق، والله يهدي ما خلق. تا واحد ما غنقولوا راه يعني راه ما فيش العيب، كلنا فينا العيب وما كاينش اللي ما كيخطاش، ولكن يعني ولينا كان هذا الموضوع هذا درتوه انايا على واحد الفيديو شفتو في السوشيال ميديا. واحد الاخ سول واحد الاخ في طنجيميد غير على البلاصه فين كيسيزيو البنات او لا شي مساله كاينه تما كتخصهم تما في الدخول في الاجراءات اللي كيديروا قبل ما يغادروا الميناء ديال طنجيميد. وتكلم معاه بواحد سميتو بواحد هو راه وصف هذاك الفيديو، وعلى داك الفيديو علاش انا درت هذا الموضوع ديال كراهيه بعض السائقين او النفور لبعضهم البعض. والخاتمه الاخوان، نقدر نقول
الكراهية بين السائقين ليس أمرا حتما، يعني ليس أمرا حتما، بل يمكن تجنبها من خلال الاحترام والتقدير والتفاهم والتعاون. في النهاية جميع السائقين يواجهون نفس التحديات، يعني رحنا في الهوا سوا، كل شاد غربالو عنده ونفس التحديات. يعني راه كيف الطريق اللي كدوز منها انت اليوم كندوز منها انا غدا، والطريق اللي دزت منها انا اليوم غدوز منها انت غدا. ومن الافضل ان يكونوا سندا لبعضهم بدلا من خلق عداوات لا فائدة منها. وشكرا. معكم خوكم محسن، تحية لجميع السائقين والسائقات، وحياكم الله إلى فيديو مقبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.